السلام عليكم متابعي قناة اتش دي فيلم الكرام. لقد شابت بنا الأيام قبل المشيب. ما تنسوش الدعاء لإخواننا اللي تحت الحصار، ربنا يثبتهم وينصرهم ويرحم شهدائهم. وبيبدأ فيلمنا النهاردة مع بنت مراهقة اسمها فرانكي، واقفة في مكان عالي وعاوزة ترمي نفسها وعينيها مليانة بالدموع، وفجأة بيظهر جنبها شخص مقنع بتناديله على أساس إنه أبوها، بس لما بتشوف وشه بتتصدم من هول المنظر وبتصرخ بأعلى صوت. وعلشان نعرف مين الشخص ده وإيه علاقتها بيه بنبدأ الحكاية من الأول مع فرانكي وهي ماسكة صورتها وهي صغيرة وبتسرح فيها بعد ما رجعت من كليتها اللي في بلد تانية علشان تقضي الأجازة معاها، وبتفضل أمها تفكرها بأبوها اللي رمى نفسه من فوق الجبل، وبتقول لها انهم وقتها ما كانش معاهم تليفونات حديثة علشان يصوروها، ودي الصورة الوحيدة ليها وهي صغيرة. بس فرانكي بتتضايق لما امها بتجيب سيرة ابوها وبتقول لها انها رايحة تعمل حاجة تشربها، فبتفهم امها انها بتتهرب ومش عاوزة تقعد معاها. وبالفعل فرانكي بتأكد لها شعورها ده لما بتقول لها انها هترجع كليتها بكرة. وقتها بتتصدم امها وبتفضل تعيط وبتقول لها انها عاوزاها تقعد معاها لانها كبرت في السن وخايفة انها تموت لوحدها، وبتحكي لها انها لما كانت بتكلمها بالليل بتبقى تعبانة ومفيش حد جنبها، فبتهديها فرانكي وبتوعدها انها هتكلمها طول الوقت تطمن عليها. وقتها بتضطر امها توافق لما بتلاقيها مش راضيه تسمع كلامها. بعدها فرانكي بتعرفها انها خارجه تقعد مع صاحبتها لورا قبل ما تسافر. ساعتها بتتضايق امها علشان هتسيبها لوحدها وبتقول لها تتاخر بالليل علشان صاحبها ايزاك جاي يسهر معاها. فبتمشي فرانكي وقتها وهي متضايقه من طريقه امها، واول ما بتطلع الشارع بتلاقي ايزاك طالع لها من شارع جانبي وبيخضها، لكنها بتبقى متضايقه منه وبتكلمه بطريقه وحشه وبتسيبه وبتمشي. بعدها بنلاقيها ماشيه حزينه على البحر، وفي الوقت ده بيكون في شاب قاعد وبيفضل يغازلها علشان يتعرف عليها، لكنها بتهزقه وبتمشي فورا. وبتروح على طول تقابل لورا وبتعرفها انها هتسافر بكره للكليه، فبتفضل لورا تسالها عن الاجواء في الحياه الدراسيه وعن علاقتها مع زمايلها. وبيبان ان فرانكي مبسوطه هنا وحاسه بالندم انها رجعت، خصوصا بعد ما امها ارتبطت بايزاك واللي بيكون ابو واحد صاحبهم لكنهم مش بيحبوه، علشان كده بيفضلوا يتريقوا عليه هو وايزاك. بعد كده فرانكي بتطلع تليفونها تتصل بامها علشان تحضر لها الشنط، لكن بتلاقي الشبكه فاصله، فبتعرفها لورا ان في مجموعه مشاغبين دمروا برج الاتصالات لما عرفوا انه بيدمر خلايا المخ. ساعتها الاتنين بياخدوا الموضوع بهزار، وبتقول فرانكي انها لاحظت فعلا تصرفات غريبه على امها، وفي عز ما بيكونوا مبسوطين بتدخل ام معاها طفل بيعيط، وبنلاحظ ان فرانكي اتضايقت جدا. وبنلاقيهم بعدها راحوا الاتنين يقعدوا في المكان المفضل ليهم على البحر وبيفتكروا ذكرياتهم زمان فيه وبيبقوا مبسوطين جدا. ولورا بتستغل الفرصه وبتقول لها انهم لازم يقضوا سهره سعيده النهارده قبل ما تسافر، فبتوافق فرانكي وبتسيبها علشان تروح تسلم على امها وتحضر الشنطه. بس اول ما بتسيبها وبتقوم بتخبط في راجل عجوز مشرد وبيزعق لها وكان عاوز يضربها، بس على اخر لحظه لورا بتتدخل وبتبعده عنها. وقتها الراجل ده بيركز في ملامحها وبيعرف انها فرانكي، ولما بتساله هو يعرفها منين بيصدمها انه عارف عنها وعن ابوها وامها كل حاجه، وبينصحها بشكل غريب جدا انها تهرب من المدينه قبل ما تلاقي مصير شنيع وهتواجه الاسطوره الحيه للقاتل المتوحش بانش. فبيفكروا الاتنين انه مجنون وبيسيبوه وبيمشوا فورا، وبيروحوا ساعتها على الحانه يشربوا كاسين ينسوا بيهم اللي حصل. بس بيتكلموا وقتها عن بانش، وده بالنسبه لها كان شخص اهاليهم كانوا بيحكوا لهم عنه حواديت مرعبه علشان يناموا، وبيبقوا متاكدين انه ملوش وجود اصلا. بس البنت اللي شغاله في الحانه بتسمعهم وبتقول لهم انه حقيقي وانها شافته قبل كده واتصدمت من قوته الجباره، لكن هربت قبل ما يشوفها. لكن بنكتشف بعدها انها بتهزر معاهم وبيفضلوا يهزروا مع بعض. في الوقت ده ايزاك وام فرانكي بيدخلوا عليهم وبيقولوا لهم انهم هيقضوا معاهم السهره هنا في حفل الكاريوكي اللي هتتعمل بالليل، لكن فرانكي ولورا بيرفضوا يقعدوا مع ايزاك وبيسيبوهم وبيمشوا. وبنلاقي في مكان تاني خالص شخص غامض باصص للبحر وشكله مخبي سر خطير وراه، بس علشان نعرف السر لازم نكمل الاحداث. وبنروح لفرانكي ولورا بعد ما مشوا من الحانه، ولورا بتقترح عليها انهم يروحوا حفله شبابي عاملها واحد صاحبهم، فبتوافق فرانكي خصوصا لما بتعرف ان حبيبها السابق ديريل هيبقى موجود. في الوقت ده بنلاقي العجوز المشرد ماسك تليفونه وفتحه على صوره بنته بيعيط، وفجاه بيظهر وراه شخص مقنع ماسك عصايه بيسبول، واول ما بيحس بيه العجوز بيعترف له انه قدر ينصح فرانكي وبيأمل انها تسمع كلامه وتهرب. فبيغضب المقنع منه وبيضربه بعصايه البيسبول على دماغه بكل قوته بيفرتكها، في حين ان فرانكي ولورا بيوصلوا التجمع اللي صاحبهم عامله. واول ما بتشوفه فرانكي بتساله عن ديريل، بس قبل ما تخلص كلامها بتلاقيه وصل وبيكون متضايق جدا انها موجوده، لكنها بتبتسم له وبتروح تقعد معاه في العربيه. وقتها بنلاحظ ان القاتل المقنع بيراقبهم
بيراقبهم ومستني فرصته للقضاء على فريسته. اما ديريل وفرانكي لما بيركبوا العربيه بتفضل فرانكي تعتذر له انها سابته هربت من البلد من غير ما تقول له، وبتقول له انها ما قدرتش تواجه ان ابوها موت نفسه. بس ديريل مش بيقبل اعتذارها وبيطلب منها تنزل من العربيه، لكن بتلحقها لورا قبل ما تنزل وبتقول لهم ان الحفله اتنقلت في مكان تاني. وقتها ما بيبقاش ديريل عاوز يروح معاهم، لكن لورا بتقدر تقنعه في النهايه وبيتحرك بالعربيه في نفس اللحظه اللي القاتل المقنع بيبقى لسه هينقض عليهم. بعدها بيوصلوا لمكان الحفله، وهنا لورا بتعرف فرانكي على صاحبتها اللي لسه ناقله جديد في البلد وبيكون معاها حبيبها. وبعد مناقشه طويله في مواهبهم المشتركه في الرسم، صاحبه لورا بتديهم حبايه ممنوعات يغيروا مودهم بيها. واول ما بيمشوا بتفضل لورا وفرانكي يسخروا من علاقه صاحبتها لانهم شربوا كتير، وكمان بيقرروا ياخدوا الحبايه علشان تبسطهم. وعلى طرف اخر بنلاقي بنتين شاربين وخارجين عن السيطره تماما، وبالصدفه بيقابلهم القاتل المقنع وبنعرف وقتها ان ده يبقى بانيش، وبنلاقيه غضبان جدا لما البنات دول بيسخروا من شكله. وفجاه غضبه بيسيطر عليه وبيظهر لهم حقيقته، وبيضرب واحده منهم بعصايه البيسبول في دماغها، وبيدخل العصايه جوه بقها بشكل بشع وبيخليها تنزف دم كتير جدا لحد ما بتموت. اما صاحبتها لما بتهرب فبيجري وراها وبيكسر لها رقبتها. وفي نفس اللحظه بنلاقي فرانكي ولورا انسجموا في اجواء الحفله وبيفضلوا يرقصوا وبيكونوا مبسوطين جدا ومش في وعيهم. وهنا بنلاقي فرانكي واخده ديريل وبيطلعوا اوضه من الاوض يتصالحوا، وما بيعرفوش ان الخطر بدا يقرب منهم. وبنشوف بانيش داخل من الباب بكل هدوء، بس لحسن حظهم وقتها ان لورا بتطلع تقول لهم يلبسوا هدومهم علشان ياخدوا صاحبتها ويروحوا يقعدوا على البحر علشان اتخانقت مع حبيبها. وبعدها على طول حبيب صاحبتها ده بيلاقي مصيره لما بيشوف بانيش وبيسخر من شكله. وقتها بانيش بيغضب جدا وبيضربه بالعصايه على دماغه بقوه بيخلص عليه، والغضب بيسيطر عليه من وقتها وبيدخل الحفله يخلص على كل اللي بيقف في طريقه من غير رحمه، لدرجه انه بيوقع واحد فيهم وبيفضل يضرب على جمجمته بكل قوته لحد ما بيهشمها تماما. بعدها بيطلع يدور على فرانكي، وساعتها بيلاقي واحده شاربه وقاعده في البانيو بتغزله، لكنه بيتجاهلها وبيدخل الاوضه اللي جنبها فبيلاقي فيها 2 شباب. بيخبط الاول بالعصايه وبيرشق دماغه في الحوض، وبيمسك صاحبه يرزع دماغه في الدولاب وبيوقعه على الارض وبيفضل يخبطه على دماغه وبيقضي عليه. وبعدين بنلاقي صاحب فرانكي ولورا اللي عامل الحفله نازل بسرعه ياخد عربيته علشان يهرب، لكنه بيتفاجئ ان بانيش معاه في العربيه وبيخنقه بالعصايه علشان يقول له على مكان فرانكي. بس لما بانيش بيلاقيه مش عارف مكانهم بيدوس بقوه على رقبته وبيخلص عليه. في الوقت ده بنلاقي فرانكي واللي معاها قاعدين على البحر، وصاحبه لورا مستمتعه بالجو وبتقرر انها تنزل الميه، لكن لورا بتجري وراها وبتلحقها علشان ما تتعبش. بعدها ديريل بيسيبهم هما الثلاثه لوحدهم وبيروح يعمل حمام، ودي بتبقى فرصه كافيه لورا انها تسال فرانكي اذا كانت رجعت علاقتها مع ديريل. فبترد فرانكي عليها وبتقول لها انها مش عارفه تقرر لسه، لكنها مش عاوزاه يبقى لحد تاني غيرها. وبنروح بعد كده لديريل اللي بيتفاجئ لما بيشوف بانيش قدامه وبيقرر انه يدخل معاه في قتال، وبيقدر فعلا انه يضربه بوكس في وشه، لكنه بيتصدم لما الضربه مش بتاثر فيه وبيمسكه يضربه وبيشيله يرميه بقوه وبيقرب عليه يخبطه بالعصايه. وقتها البنات بيسمعوا صوته وبيفكروا ان ديريل بيقلد صوت بانيش علشان يخوفهم. وقتها لورا بتحكي لصاحبتها الغريبه ان بانيش ده كائن متوحش كان امهاتهم بيحكوا لهم عنه حكايات مرعبه علشان يخافوا ويناموا بسرعه، وبتقول لها انه ملوش وجود، بس بيصعقوا كلهم لما بيلاقوه واقف قدامهم وبيطلعوا يجروا فورا. بس للاسف بيلحق صاحبه لورا وبيشيلها من رقبتها يرميها في رقيه النار علشان يحرقها. وقتها لورا وفرانكي بيترعبوا وبيطلعوا يجروا، لكن من شده خوفهم كل واحده بتجري في اتجاه، وبتحاول فرانكي انها تخفي نفسها باي طريقه. اما لورا فبتجري على الشط وبتطلع تليفونها تتصل بالشرطه، بس لسوء حظها الشبكه بتبقى ضعيفه والشرطيه مش بتسمع منها حاجه. وفجاه بتلف وشها بتلاقي بانيش واقف في وشها. طبعا وقتها بتصرخ باعلى صوتها من الرعب، وبنلاقي بانيش بيشدها من شعرها وبينزل دماغها في الميه علشان يغرقها لحد ما بتفقد وعيها. وهنا بيفتكر انها ماتت، بس لما بيرميها على الشط بيسمعها بتتحرك فبيرجع لها تاني وبيفضل يضربها بالعصايه على دماغها بدون رحمه وبيخلص عليها. وعلى الناحيه التانيه بنشوف فرانكي بتهرب من المكان، لكنها بتتفاجئ بديريل بيمسكها وبتفكره بانيش، لكنه بيفضل معاها وبيهديها. وفجاه بيلاقوا بانيش واقف قدامهم. وقتها بيقرر ديريل يواجهه وبيمسك حجر من الارض وبيطلع سكينه صغيره يديها لفرانكي تحمي نفسها بيها. بعدها بيوقفها بعيد وبيقرب من بانيش علشان يقضي عليه، لكن بانيش بيقابله بضربه موجعه على دماغه بيدمره. فبتترعب فرانكي ساعتها وبتجري منه باقصى سرعه. وبنلاقي ان المنطقه اللي هم فيها مليانه بالكرفانات، وفرانكي بتستغل الفرصه وبتفضل تستخبى بينهم لحد ما بتسمع صوت حد داخل كرفان منهم، فبتخبط على الباب بسرعه وبتطلع لها بنت ومعاها واحد سادي بيعذبها، وبيرفضوا انهم يساعدوها وبيقفلوا في وشها الباب. وقتها فرانكي بتلف وشها بتلاقيه عرف مكانها، فبتطلع تجري منه بسرعه في نفس اللحظه اللي بيكون في دوريه شرطه معديه. وساعتها بتجري على الضابط وهي بتعيط وبتحكي له عن القاتل اللي موت اصحابها، بس للاسف الضابط مش
بيصدقها لانه لاحظ من طريقه كلامها انها شاربه حاجه. وفجاه فرانكي بتشاور له عليه وبتعرفه انه واقف وراه، فبيلف الضابط يتاكد، وهنا بيقابله بانش بضربه قويه جدا على دماغه بيوقعه على الارض وبيهشم جمجمته. في اللحظه دي فرانكي بتستغل الفرصه وبتهرب بسرعه لحد ما بتلاقي بانش معدي وراكب مع الشرطي التاني العربيه وبيدور عليها، علشان كده بتستخبى لحد ما بيعدوا وبتدخل نفق طويل وبتجري باقصى سرعه من غير ما يشوفوها. وبتوصل ساعتها لمدينه ملاهي كبيره مقفوله وبتدخل تستخبى في مكان الالعاب الالكترونيه، وبتفكر انها كده خلاص هربت منه. بس فجاه بتلاقي النور اشتغل وما بيبقاش قدامها حل غير انها تستخبى وما تبانش في الكاميرات علشان ما يعرفش يوصل لها. اما بانش فبيدخل يكسر في المكان زي المجنون علشان يخوفها، وبيبص عليها في الكاميرات مش بيلاقي لها اي اثر وبيقرر يمشي، لكنها بتبقى مستخبيه قدامه على طول. وهنا فرانكي بتطمن انها خلاص هربت منه، بس من مجرد ما بتلف وشها بتلاقيه واقف قدامها وبيشيلها يرزعها على مكنه العاب وبيفضل يخوفها. بس هي بتستغل انه منسجم في اجواءه السيكوباتيه وبتطلع السكينه اللي خدتها من ديريل وبترشقها في بطنه، بس بتتصدم انها ما اثرتش فيه غير انها وقعته بس. ولما بتجري بيمسكها من رجليها وبيوقعها، لكنها بتضربه بالرجل في وشه وبتطلع تجري. وبنلاقيها ساعتها واقفه على المشايه قدام البحر وبتعيط لانه مفيش سبيل للهروب غير انها ترمي نفسها في الميه زي ابوها. وبالفعل لما بانش بيطلع يدور عليها مش بيلاقي ليها اي اثر، وبيعرف انها موتت نفسها. وقتها بيكشف لنا عن شخصيته الحقيقيه، وبنتصدم لما بنعرف انه ايزاك. والصدمه الاكبر هي ان فرانكي ما رمتش نفسها واستخبت وشافت حقيقته. في الوقت ده بتفضل تتسحب وراه لحد ما بيطمن وبيحط عصايه البيسبول على مقعد في الشارع، وبيطلع تليفونه يبلغ حد انها موتت نفسها. وبمجرد ما بيخلص المكالمه وبيلف وشه بتقابله فرانكي بضربه قويه مليانه غل وانتقام على دماغه، وبترميه في الميه ومش بتمشي غير لما بتتاكد انه غرق. وعلى طول بتروح تجري على امها وهي بتعيط وبتحكي لها اللي ايزاك عمله فيها وفي اصحابها، فبتهديها امها وبتاخدها في حضنها. بس فجاه بتتصدم فرانكي لما بتشوف قناع زي بتاع ايزاك مع امها، وبتكتشف ساعتها ان امها تبقى شريكه معاه. وما بتعديش ثواني وبتلاقي الباب بيخبط وامها بتعرفها انه يبقى بانش. ولما فرانكي بتمنعها انها تفتح بتصدمها امها انه معاه المفتاح وبتلاقيه داخل عليهم، لكن المره دي بيتكلم معاها بهدوء وبيقول لها تدخل تعمل له حاجه يشربها علشان يحكي لها التاريخ الملوث لاسرتها. وبيدخل وراها المطبخ وبيقول لها ان ابوها كان فرد منهم، بس علشان هو شخص ضعيف ما قدرش يستحمل قناع بانش وموت نفسه. ويعرفها انه عاوز يجندها معاهم علشان عارف انها بنت قويه، وبيفضل باصص لها وبيضحك بطريقه هستيريه. بعدها بيشاور لها بالسكينه على المكان اللي تحط فيه الكوبايه بتاعته. وقتها بيسيب السكينه وبيمسك الكوبايه، واول ما بيشرب منها بتستغل هي الفرصه وبتاخد السكينه تطعنه في بطنه بكل قوتها وبتخلص عليه. في اللحظه دي امها بتاخدها من ايديها ترميها بره البيت، وهنا بتتصدم بعدد كبير جدا لابسين اقنعه وعاملين جماعه مسؤوله ومسميين نفسهم حماة المدينه وبيحموها من القذاره والبنات الحقيره اللي زيها. وفي النهايه بيظهر الشاب اللي كان بيغازلها وهي ماشيه، وبنعرف انه يبقى زعيم العصابه، وبياخد القناع بتاع بانش يلبسه بنفسه وبيمسك عصايه البيسبول وبيخلص عليها. وبكده بينتهي فيلمنا النهارده. ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رايك في كومنت علشان توصل لك كل ملخصات HD فيلم.